بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا يسون، مرحبا بكم. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير ومهنيين. بلا ما ننسى المشتركين اللي دخلوا لعندي جدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناة. اللي مازال ما اشتركش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. جمعة مباركة للجميع. نبقاو دائما مع سلسلة وصفات رمضان الكريم. اليوم ان شاء الله راح نديرو مع بعض هاد لو غراتان بالبسباس والبطاطا. شوفوا البنات اللي عندها ولادها ما يحبوش البسباس ولا ما تحبوش نتوما البسباس، بهذه الطريقه ولا هاد لو غراتان عمركم راح تستغناو عليه وراح تحبوا البسباس، لانه راح يخرج من اروع ما يكون، بنين بنين كي العسل، مشمخ ماشي ناشف. متأكدة إلا جربتوا هاد الوصفة راح تعجبكم وإن شاء الله ديروها لرمضان إلى حيانا ربي. دونك تبعوا برك لا فيديو للآخر. قبل كل شيء البنات إلا كنتوا نسيتوا لهذاك الجيم فضلا وليس أمرا ديروا لي جيم، زيدوا لي التعاليق ديالكم الشابة اللي تشجعني. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. نبدا قبل بلا صوص. دونك هنايا في طنجرة درت شوية تاع زيت، أنا درت زيت الزيتون، حبيتوا ديروا زيت عادية كما تحبوا. وزدت هنايا طرف تاع الدجاج، صدر تاع الدجاج، نص صدر واش عندكم يعني ما يسحقش بزاف. ونديرلو الملح، نتبلو يعني ملح وفلفل كحل، انا نحب نتبل الدجاج كي نقليه، نخليه يتقلى شويه، نزيدلو هنايا شويه تاع السمن ولا مارغارين ولا، ونبقى نقلي الدجاج ديالي قبل نحمسو يعني شويه، باش نزيد هنايا حبه بصله تكون كبيره قطعتها هكذايا، نخليها تاني تتقلى مع البصل. يتقلاو يعني تري تري بيان. كي يدبال البصل ويتقلى مليح الدجاج يتقلاو بيان، نبدا نتبل، ندير هنايا شويه فلفل كحل، سكنجبير، كركم، تاني الثوم بودره. فوالا التوابل ديروا واش تحبوا، تقدروا ديروا توابل الدجاج واش تحبوا. نقليه كامل اونصومبل، وندير طون طون الماء باش ما يتحرقوليش يعني لي زيبيس. كما دائما ننصحكم البنات، والماء راهو يتغلى بيان سور، ومن بعد نمرق. فوالا كي نقلي مليح مليح الدجاج ديالي والبصل وكامل، نمرق بكميه تاع الماء. انا هاد الدجاج خرجته من الكونجيلاتور دونك لازم يطيب، كثرت الماء نخليه يطيب بالعقل. نولي هنايا للبسباس، عندي غير زوج حبيبات بسباس هنايا. كما قلت لكم على حساب افراد العائله ديالكم ولا الكغاتان ديالكم شحال ديروا، كميه كبيره ولا. هنايا نقيه كامل، نحب نحلو هذوك الخيوط، نغسلو تخي تخي بيان البنات، تغسلوه مليح داخل، ونقطعوه هكذا. شوفوا كي شرائح هكذايا البنات، ماشي رقاق مليح مليحه، يبان شويه. الا حبيتوا ديروا رقيق رقيق معليش. هنايا خلاص راهو طاب الدجاج، وانا كنت زدت ديجا، كان عندي الدجاج يعني محمر، بقالي الوغ زدته فوالا. نحيه ونرد هنايا هذاك البسباس اللي كنت قطعته، نخليه يطيب في هاد لاصوص. تعرفوا يعني البسباس تم يطيب، ما ياخدش وقت باش يطيب، وتاني يطلق الماء، دونك ما لازمش يكون بزاف الماء داخل الطنجرة. فوالا الدجاج ديالي نخليه يبرد ونقعد نفتو من بعد. فوالا وهنايا عندي كمية تاع البطاطا، قلت لكم على حسب أفراد العائلة. خديت بطاطا راني قطعتها هكذا قطع صغار، نتبلها بالملح فلفل كحل، نزيد لها شوية تاع توم بودرة وزيت الزيتون. تقدروا تزيدوا المعدنوس، ولا تاني ما تحبوش تبلوها ما تبلوهاش، ديروا غير الملح وزيت الزيتون ولا زيدوا فلفل كحل. إلا حبيتوا تقلّوا البطاطا ديالكم قلّوها. نورمالمون لا غوسيت تقلّى، مرت خويا وراتها لي نقلّوا البطاطا. بصح أنايا البنات دايمًا نقول لكم أنا مانيش نقلّي البطاطا اللي فخيت صافي لونطون مانيش نقليها في الزيت، راني نحطها في الفرن تخرج بنينة متبلة وصحية، يعني والله غير خير من هذيك اللي تقلوها في الزيت. نفرخها في بلاطو اللي كنت فرش له ورق الزبدة، ونزيد هنايا شوية تاع هذيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج وهذاك البسباس، غير شوية كيلكو كويير برك، ونحطها في الفرن الطيب. تمتم الطيب ما تاخدش وقت صدقوني البنات. هايليك بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا، ناخدو من بعد هذاك الدجاج اللي كنت فتتو نزيدو هكذايا من الفوق، وتاني هذاك البسباس اللي كان طاب نحيه هكذا ليكيمواغ. فوالا نصفيه يعني
بصح البنات هذا راهو ما فيهش بزاف لاصوص، فيه غير شوية، والتاني لازم البطاطا ديالكم وكامل لازم يكون يعني مشمّخ شوية، لازم ديروا له شوية تاع لاصوص، كون ما فيهاش بزاف لاصوص راني فرّغت كلش، نخلّط هاد المقادير كامل هذاك الدجاج والبطاطا وهذاك البسباس، ونوجد هنايا une sauce béchamel هايليك، خديت هنايا مغرفة كبيرة تكون معمرة تاع لا مارغارين، تكون بومبي يعني معمرة مليح، نخلّيها تذوب شوية ومن بعد ناخذ فرينة، لازم تاني الفرينة تكون بومبي، كنت زدت شوية تاني البنات، ونخلّط هكدايا، نخلّي حتى تتحمّس الفرينة، دايمًا نقول لكم خلّوا الفرينة ديالكم تتحمّس ويعني تريح هكذا شوية، كي تشموا الريحة سيك خلاص، ونبدا ندير الماء، راني درت الكاس الأولاني ندير بشوية وأنا راني نخلّط، أنا ندير الحليب باردة، هذه هي الوصفة اللي معتمدتها أنايا، حليب بارد ما نديرش ما سخون، فوالا كمّلت مع الكاس الأولاني، دوك ندير الكاس التاني فوالا ونديرو بشوية يعني، وانتم راكم تخلطوا فوالا حتى وين تكملوا الكمية تاع الحليب، نورمالمون نص ريتلة تاع الحليب هكذا. ونقعد نخلّط ما نحيش يدي، وهي راهي طيب حتى وين تعقد، كيما راكم تشوفوا كي تعقد تبدا تعقد ندير لها الملح، نزيد لها شوية فلفل كحل، ونزيد شوية تاع توم بودرة، لا حبيتوا تزيدوا صفار بيضا، جوزة الطيب، نتوما والرغبة ديالكم. راني زدت هنايا حبيبات تاع الفرماج تاع الجبن اون بورسيون ولا الجبن اللي تحبوه نتوما، شوفوا لا تيكستور تاعها لازم تكون هكذايا شوية ليكيد ماشي ثقيلة مليح مليح، وهو كل واحد والرغبة ديالو، إلا حبيتوها ثقيلة كيما تحبوا. هنايا راني ندير شوية من هذيك لا بيشاميل في هاد الخليط تاع البطاطا وكامل، فوالا هكذايا نخلّط، وأنا راني ندير باش هكذا يكون يعني مشمّخ الgratin ديالكم، وناخد هنايا ان moule à gratin اللي كنت درت له دهنته لا مارغارين، ونفرّغ الكمية تاع البسباس والبطاطا كامل هكذايا، ونزيد من الفوق لا صوص بيشاميل هاذيك، نديرها كامل من الفوق، وخرجت لي كمية كبيرة، 2 حبيبات بسباس برك و quelques pommes de terre واقيلا 3 ولا تاع البطاطا، خرجت لي كمية كبيرة يخرج زاكي يعني، فوالا هكذايا نيطالي لا بيشاميل ديالي وندردر من الفوق الجبن المبشور كيما تحبوا يعني هذا، فوالا والفرن راهو سخون ديجا كلش راهو طايب، نحطو يطيب مدة هكذا 20 دقيقة ولا نص ساعة فوالا، ومن بعد شعلوا له من الفوق باش يتغراتينا ويحمر، وهاوليك لو غراتان ديالي بعد ما طاب قلت لكم خرجت لي كمية كبيرة، هاد لو مول وزدت تاني هاد لي 2 رامكان كنت طيبته قلت لكم من التحت، كي طاب من التحت شعلت له من الفوق باش يتغراتينا ويحمر كيما راكم تشوفوا، و يعني صدقوني هاد الوصفة ولا غير يعني أنا ما نحبش البسباس صراحة والله ما ناكلو ما نحبوش كامل، كسا في الجواز كسا بالزيتون ما نحبوش، بصح هاد الغراتا كليته وعجبني بزاف بزاف، لأنه بنين البنات، ما يبانش طايب بالبسباسة، ميم ولادكم ما يفيقوش فيه البسباس، صدقوني البنات غير جربوه وأنا متأكدة راح يعجبكم، فوالا. وهنايا راني نقسم لكم منه تشوفوه كيفاش خرج القوام ديالو لا تيكستور ديالو، يعني خرج هايل، مشمّخ ماشي ناشف، وبنته كي العسل. وكيما قلت لكم إلا حبيتوا تقلوه هذيك البطاطا في الزيت اقلوها، فوالا أنا الوصفة وراتها لي مرت خويا نقلي البطاطا، وشنو أنايا هاد الحوايج كامل لي غراتان وكامل نسيي يعني باش نديرهم شوية صحيين، مع لا بيشاميل وكامل سورتو في رمضان، بنادم لازم يحاذر روحه، نسييو يعني باش نديرو الحوايج هادو صحيين شوية، فوالا. وتاني أنايا دايمًا قلت لكم البطاطا نطيبها في الفرن، هكداك تخرج بنينة كتر وكتر وتاني صحية. تاني إلا حبيتو طيبوه هاد الكراتان ديروه باللحم المفروم يعني viande hachée نتوما والرغبة ديالكم، أنا درتو بطريقة صحية، نص صدر تاع الدجاج راح يخرج لكم كمية كبيرة كيما راكم تشوفوا، يعني طبق زاكي، فوالا. وتاني إلا حبيتو ديروا داخل الجبن المبشور fromage râpé من داخل ولا لا بيشاميل راح يخرج بنين كتر وكتر،
هكذا ديجا راهو بنين، صدقوني البنات والله غير هايل، غير جربوه إن شاء الله يعجبكم وتردوا لي في التعاليق، ولا تاني تبعتوا لي التطبيقات ديالكم على صفحاتي فيسبوك، انستغرام، كويزين ويزا، تبعوني على التيك توك تاني دايما كويزين ويزا. إن شاء الله تعجبكم الوصفة باش ديروها لرمضان إلا حيانا ربي، وإن شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو. إلا كان عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم، البارطاج مع الأحباب والأصدقاء. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جوكم دي لهنا تلويث ارتفات ما يبغى ربه.